طبعا يعني لازم ابدا الفيديو بكل الاسف ان انا بتاسف ان انا ما قدرتش اقدم المحتوى اللي انا كنت عايز اقدمه على تويتر بالنسبه للفيديوهات اللي كنت عاملها لفلسطين او اللي بيحصل دلوقتي، لان انا زي ما قلت قبل كده انا كنت مستلم شغل جديد، فلسه بظبط الدنيا فيه معايا وان شاء الله يعني ايه بحاول، يعني ان شاء الله ربنا يوفق الدنيا واقدر اظبط الدنيا الفتره اللي جايه. ده اول حاجه. تاني حاجه، احنا بنتفاجئ طبعا ان كل مدى ما السعار اللي عند اللي ما يتسموش بيزيد، وده دليل على الخوف من إرادة ربنا، لأن أنا قلتها قبل كده ما ينفعش تحط قوتهم مع إرادة ربنا في جملة. مش قوة ربنا، لأ، إرادة ربنا بس. كلنا عارفين اللي هيحصل. تخيل كده معايا لو احنا ما كانش عندنا في القرآن الكريم احنا كمسلمين ان احنا عارفين اللي هيحصل. تخيل احنا عايشين اللي بيحصل ده واحنا مش عارفين. مش موجود ده، مش موجود ان احنا اللي احنا عارفينه في سورة الإسراء وهكذا. فمش عايز بس ايه بدل ان انا شيخ يعني خلاص، فما كناش هنقدر نستوعب ده طبعا. لكن احنا مش عارفين ان في الاخر كل حاجة هتحصل ازاي بالتسلسل الزمني بتاعها، فعندنا يقين في الله انه كده كده هيحصل إرادة ربنا. طيب، ده كلمتين كان مهمين لازم يتقالوا في الاول. تمام. يصبح ريال مدريد بقى هو هزم فالنسيا 5، وطبعا فينيسيوس جاب جونين ورودريجو جون وكارفاخال جون. بس الجون الاولاني اللي جابه كارفاخال ده تحس اللي هو ايه، يعني جون من الاجوان بتاعت اللي هو كان كريستيانو يقطم ويقوم حاطط بشماله مش بيمينه بقى، يعني يبقى جاي كده من ناحية اليمين ولا حاجة. يعني بص الجون، يعني تيجي تبص كده، لا ده مش كارفاخال يا جماعة اللي بيعمل الحاجات دي. وجاب كاب بوم بالهيت قبل كده في الدوري برضه لما عملها زي بتاعت محمد عبد المنعم في الوداد كده، يعني كان جون حلو من كارفاخال. وجون بتاع فينيسيوس التاني. بص يا حبيبي، رودريجو عملت بالعرض وانت نزلت براسك وحطيتها او خبطت فيك، او غالبا ما حطهاش براسه، خبطت فيه ودخلت المغطى كده. بس الفكره ان انت احتفلت وقعدت تعمل كده. طيب انت وصلت الليفل مع في العنصريه مع الجماهير ما يستحملوش بشر خلاص. فانا بقترح عليك يا عم الحاج، او بقترح ان انت، طب خلاص انتوا مش بتستخدموا العنصريه دي، طب انا هنزل افرمكم وهات واحتفل. انت مش برازيلي يا عم، احتفل وارقص واعمل كل اللي انت عايزه. صح. ده كان الجول التاني. الجول التالت برضه كورة استغلت فيها خطأ دفاع من فريق فالنسيا و... وبص عارف انا احلى حاجة عجبتني انت خدت القرار على طول، زي الكورة بتاعت نابولي دي وبلينجهام الماتش اللي كان هناك في دوري الأبطال في مدينة نابولي. كورة انت ما فكرتش كده، انت حطيتها بلينجهام راح حطها جول. فانت ما فكرتش كتير، انا خلاص وسعت زاوية التصوير جول على طول. نفس الموال برضه رودريجو استغل اخطاء دفاعيه في الجولين اللي جابهم. وانا بقى نفسي يا عم رودريجو، اللي انت اما بتتاثرش بالعنصريه اللي بتبقى ضدك، المفروض دي حاجه ايجابيه في صالحك، ان انت بقى ايه مش عايزين بقى الشغل اللي ان انت بتكش ده. انت بتكش ليه يا حبيبي؟ في ماتشات كده بتكش تختفي، الفرص اللي بتجيلك كلها بتضيع كلها، يعني مش واحده مثلا بتجيبها من دول، كلهم بيضيعوا. انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم هنفضل كده لحد امتى؟ خد بالك. وطبعا الجول اللي دخل فينا يعني يا عم ادي ده اللي واقف برضه كتر خيره، يعني كتر خيره بعد اصابه كيبا. يقول لك هيقعد من اسبوعين لتلاته، يعني توقف الدولي يعني من الاخر يعني. وطبعا يعني 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 بص كورتوا بعد ما دعم اللي ما يسموش بصراحه مش هشوف وشه، هكون صريح معاك يعني. وبالمناسبة يا جماعة، الموضوع إن محطوط علم فلسطين في الصورة المصغرة وهاشتاجات لفلسطين في الوصف وكده بيعمل مشاكل على اليوتيوب للناس، لكن أنا هفضل حاططها
انا ما يفرقش، انا بعمل اللي يريح. خلاص طيب. الماتش يعني تقدر تقول برضه ان احنا كان بعد الجول الاولاني اللي جبناه كان ممكن يخش فينا الكوره اللي شالها عن ريال لونين برضه. فالنسيا ما شكلش خطوره قوي. ريال مدريد تحس ان هو كانوا نازلين عايزين يخلصوا الماتش بدري بدري. وانا بتفرج كده حسيت انه الفرقه يعني من فتره استثناء ماتش برشلونه بتاع الكلاسيكو اللي فات ما كانوش زي عندهم اصرار من اول الماتش، لان حتى ماتش برشلونه كان بالشوط التاني، لكن النهارده او امبارح كان في اصرار من اول الماتش ان انت عايز تخلص بدري. تمام. فبس انا مش عايز اتكلم فنيا عن الماتش كتير، يعني ان كان في فرق مستوى بصراحه ما بيننا وما بين فالنسيا. لكن اصابه بلينجهام انا كنت مستغرب ان انت ما اعلنتش عنها من ساعه ما اتصاب. يعني انت كنت خايف على مشاعر الجماهير. ما هم كده كده يعرفوا ان اتصاب يعني. هم هيقعد بالنسبه لي 3 يعني، ممكن يغيب على الماتش ولا حاجه برضه ايه، غير بتاع فالنسيا اللي ما لعبوش ممكن يغيب على الماتش بعد التوقف الدولي ولا. طيب. طبعا فالفيردي يعني جدد او زود موسم في عقده كمان. رودريجو جدد. فينيسيوس. كامافينجا. وطبعا بيقولوا ميليتاو جاي في السكه، كل ده جميل والله. بس انا بقى عايز انتقل من النقطه دي لنقطه تانية، نقطه امبابي اللي في بالي الفيديو، عشان انا بصراحه يعني ما فيش يعني ما فيش نفس ان الواحد يصوت بصراحه. امبابي انا عندي ان انت ما تجيبوش بس نجيب فرقه. يعني نجيب فرقه دي، يعني نجيب مساك قوي. ماشي. تجيب يا سيدي مش هقول لك باك شمال، يعني عارف يعني انا مش يا سيدي مش طماع، باك يمين. مساك وباك يمين. خلاص. وتجيب مهاجم بس مش لازم امبابي بس. يعني انت هتقول لي مش عاوز امبابي، اقول لك لا عايزه. يعني اللي هو ايه يعني مين ده اللي مش عايز امبابي يعني؟ مين ده اللي مش عايز امبابي حضرتك؟ ده لا لازم طبعا. لكن لو انت هتجيب ونفضل بقى في البيبي بقى الجماعي اللي بيحصل وضع في الدفاع ده، انا مش عايز. خلاص. وان شاء الله الدنيا هتبقى احسن من الفتره اللي جايه معايا، ودعواتكم بقى سوا.